مساء الخير او ما بعرف، يمكن صباح الخير. صار لي 48 ساعة ما نمت، فما بعرف شو بدي لكم، مساء الخير او صباح الخير. بكل الاحوال مرحبا. هالمرة ما طولت عليكم الغيبة. حابب احكي اليوم عن موضوع كتير مهم. الموضوع هو عن الريليشن، العلاقات بالمثليين. كل واحد فينا ممكن بحياته يمر ويتعرف على كتير اشخاص، وممكن يفوت بعلاقات حب. هاد شي طبيعي، مثلنا مثل الغيرين. كل واحد فينا عنده مشاعر، عنده احاسيس، عنده قلب، فاكيد الواحد رح يحب انسان. بدي انبهكم لشغله لازم كل واحد مثلي ينتبه منها. انه ممكن كل مثلي يتعرف على شخص. اول شي لازم ينتبه كتير، بدي انبهكم لاشياء لازم تلفت نظركم. اول شيء انه ممكن تتعرف على شخص، يكون غايته الاساسية هي مو علاقة حب. ممكن يظهر لك الحب بس تكون غايته غاية تانية، اللي هي ممكن جنس، ممكن جسمك، ممكن تكون فلوسك، ممكن ممكن تضيع وقت حتى، يتسلى يقطع وقته معك. فالواحد فينا لازم يكون حذر، لازم ينتبه. طبعا كيف كنت تكشفوا الشخص انا ما فيني اقلكن، لانه ما في وسيله، يعني ما في شيء. لازم هاي ببين الشيء مع المعاشره، مع عشرة العمر. بس من اهم شيء الواحد ما يسلم جسمه او يسلم ماديته للشخص اللي بحبه الا حتى يطمن ويتاكد من هالشيء. يعني خلي انا بنصحكم اول شيء لما تعرفوا على اي شخص، اول شيء ما في داعي فورا تظهروا له، تعطوه تسلموه قلبكم بسهولة، لأنه رح تتعذبوا إذا كان عم يتسلى فيكم. وما في داعي كمان تسلموه ماديتكم في حال كان وضعه صعب المادي فورا. حلو الواحد يوقف مع شخص بالمادة إذا كان الشخص الثاني متضايق، بس الحلو إنه يكون في حب، ما تكون مبنية علاقته معك على أساس المصلحة. فأنا بنصحكم أول شي كل واحد يتعرف على الشخص فترة أول شي، وبعدين بس تتأكد من حبه إلك، فيكن تعطيه عيونكم مو بس قلبكم وحياتكم وكل شيء. هاي بالنسبة للعلاقة بالمثليين. طبعا بدي كمان اذكر نقطة تانية. العلاقات بالمثليين بالريليشنز، انه ممكن الواحد لازم يكون اهم شيء حذر، انه ممكن تفشل معه علاقة. هذا ما بيعني، هذا الشيء ما بيعني انه خلص كل حياته الواحد كل علاقات فاشلة، او خلص انه انا اعتزلت الحب وخلص بدي يصير. في كتير ناس بعرفهم انه تعرفوا وفشلت علاقاتهم، وبعدين شو خلص نحن بطلنا الريليشنز وخلص نحن بدنا نصير بهذا الجو، بجو الجيز، العلاقات فاشلة، خلص نحن رح نصير مع بنات. طيب بهالاسلوب هذا طلع عم يضحك على حاله. ما بيعني انه علاقة واحدة فاشلة او علاقتين فاشلة او علاقة 3 علاقات فاشلة انه خلص كل الناس مثل بعضهم. كل واحد اصابيعه مو مثل بعض. اهم شيء انه لازم الواحد يضل يجرب. مو غلط الواحد يدخل بعلاقات ويتعلم من علاقات وتجربته. الواحد فينا لازم اهم شيء آه، ممكن ايه نسبة كبيرة انه من علاقات الجيز تفشل، ممكن لعدة اسباب. هلا بدي اذكر شغله، انه ما في رابط بعلاقة الجيز غير هو الحب. فانه باي خلاف او اي زعل ممكن اثنين يفترقوا عن بعض، وانه خلص تكون النهاية. لانه ما في شيء ممكن ما بعرف كيف بدي اعبرها، بس انه ما في شيء يشدهم يرجعهم لبعض. يعني هلا بعلاقات الغيريين آه، لما اثنين يحبوا بعض، شاب وبنت، ويتزوجوا، بيكون في محكمة، بيكون في متقدم، بيكون في متأخر، بيكون في أولاد عندهم. فإنه إذا صار خلاف حتى لو كان خلاف كبير، يعني إنه الزلمة الرجال أول شي بيحسب حساب المتأخر، فبيتراجع عن موقف الطلاق. إذا عنده أولاد بيحسب حساب إنه عنده أولاد، ما لازم يدمر مستقبلهم. هاي بالنسبة للعلاقات الغيريين. أما علاقات الجيز هي الشيء الرابط الوحيد عندهم. طبعا أنا بدي أحكي كعرب، كمجتمع عربي، هو الرابط الوحيد هو علاقة الحب. فأي خلاف أو أي شيء بصير بيناتهم، للأسف إنه ما في شيء يربطهم ببعض غير هالعلاقة. فأي زعلة أو أي شيء بعدوا عن بعض ممكن تنتهي العلاقة. فمشان هيك نحن الواحد فينا لازم يكون حذر، ورح يمر كتير تجارب بحياته. وممكن التجارب تكون كتير، معظمها ممكن تجارب فاشلة بدي سميها. يعني أنا بحياتي مريت بأكتر من تجربة، وللأسف معظمهم فشل. في منهم كانوا طوال، في منهم كانوا قصار. أنا هلا ما راح أحكي عن موضوع علاقاتي، بيجي يوم بذكر لكم بعض
بذكركم بعض القصص اللي صارت معي، وبركي بتستفيدوا انتم كمان. ف هي تقريبا كل شيء، وبحبكم كتير، واي سؤال واي استفسار انا موجود كمان مثل ما خبرتكم. آه، فيكم تتواصلوا معي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. في عدة اشخاص المرة الماضية تواصلوا معي، بس للاسف لهلا ما لقيت وقت اني جاوبهم او اني راسلهم. ان شاء الله عن قريب بعمل حلقة وبجاوب على كل اسئلتكم. وكمان بدي في ناس كانوا طالبين مساعدة بالنسبة للحياة الجيز والحياة المثلية. انه ما يعني لسه بعدهم مو متقبلين حالهم. فانا بدي انصحكم للي مو متقبل حاله، انا ان شاء الله بتيجي حلقات جاية برجع بحكي عن هالموضوع ان شاء الله بالحلقة. بس بدي انصحكم في منتدى على الانترنت مثل ما اسمه ملتقى المثليين العرب، اللي هو arabhomosexual.com. فيكم تشاركوا فيه. هو عبارة عن منتدى عربي، وكل اللي فيه عرب، ومنتدى حوار كتير راقي، ما فيه اي شيء غلط او انه صور اباحية او شيء. لا لا لا، بالمرة هو عبارة عن منتدى حوار. فاللي بده يستفيد، بده يتعلم، بده يشوف الناس ويشارك العالم ويحكي عن قصصه ويشوف خبرات العالم وقصص العالم، فانا بنصحكم تشوفوا هالمنتدى. وهي كل شيء. يلا اشوفكم على خير، يلا باي.